تدخل ماكرون في قضية سعد المجرد والقضاء الفرنسي في ورطة. ولكن قبل أن نبدأ لتنسوا أن تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لا يصلك كل ما هو جديد. يومين بعد نشرها لشريط فيديو تكشف من خلاله تفاصيل تعرض ابنتها للاغتصاب وما خلفه الحادث لدى الأسرة، راسلت والدة المشتكية لورا باريو للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وحسب ما نقلته صحيفة الهافينغتون بوست، فقد راسلت والدة رولا للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وسكرتيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجل والمرأة مارلين سشيابا من أجل إعادة النظر في قضية الاغتصاب الذي تعرضت له ابنتها. وأضافت الصحيفة أن والدة لورا تلقت جوابا من طرف الموظفين يفيد أن الدولة لا يمكنها أن تتدخل في القضية في حين يمكنها مراسلة جمعيات مهتمة بهذا النوع من الحوادث. وكشفت قضية الفنان سعد المجرد، فضلا عن قضايا وملفات أخرى، عن الوجه الحقيقي لفرنسا ومجموعة من المنظمات التي تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان، والتي كثفت مؤخرا حملاتها تجاه المغرب بناء على أوامر وتعليمات من المخابرات الفرنسية لابتزاز المغرب وإجباره على عكس المسار الذي كان يسير عليه منذ سنوات، وهو كسر التبعية الفرنسية ومطالبة الدول الأفريقية بتحقيق الاستقلال الاقتصادي وبالتالي طرد فرنسا من أراضيها وقطع الطريق لاستغلال سلعها وثرواتها.